السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. قصة اليوم أقرب للخيال من إنها تكون واقعية، من طفلة سعودية في بيت أبوها إلى خادمة سعودية في بيوت باكستان، و25 عام من الظلم والإبعاد من الخاطف والأسرة. تعالوا اسمعوا القصة. بدت قصة فاطمة السعودية المقيمة مع أسرتها في جنوب السعودية عام 90 ميلادي، لما أبوها قرر إنه يتزوج من مرة سورية على أمها، والأم السعودية قبلت زواج زوجها بثانية. بعد الزواج سكنت الزوجة السورية مع الزوجة السعودية بنفس البيت، وبدت غيرة السورية من الزوجة الأولى والأطفال، وهنا قررت السورية تسوي مشاكل عشان تتخلص من الزوجة السعودية وأطفالها. راحت السورية للبقالة القريبة عند بيتهم الموجود بقريتهم، والتقت بصاحب البقالة الباكستاني وكان عمره 45 سنة. بدت تسأله عن أحوال العمل، وقال لها إن الشغل مو مثل قبل وإن الفلوس صارت قليلة، وهي قررت إنها تسوي معاه اتفاق بإنها ترسل بنت زوجها الطفلة فاطمة عمرها 13 سنة، وهو عليه إنه يغتصبها ويخطفها ويهرب فيها برا السعودية، وهي بالمقابل تعطيه مهرها وذهبها وجميع أموالها. بيوم من الأيام طلبت السورية من فاطمة إنها تروح للبقالة وتجيب أغراض لها، وتوجهت فاطمة للبقالة، وأول ما دخلت البقالة عرف الباكستاني إن الخطة بدت. ولما دخلت فاطمة الباكستاني سكر باب البقالة واغتصبها وسوى فيها كل اللي طلبته منه السوري. ولما خلص من جريمته ترك فاطمة تروح لبيت أهلها، وهنا فاطمة كانت بحالة خوف وصدمة وحزن من الجريمة اللي سواها فيها الباكستاني. زوجة الأب السورية كانت تنتظر فاطمة عند الباب، وسألت فاطمة إيش فيها. فاطمة من الخوف قالت للسورية كل اللي صار. هنا السورية طلبت من فاطمة إنها ترجع للباكستاني عشان أبوها وأخوانها ما يقتلونها. الطفلة من الخوف إن أبوها يقتلها رجعت للباكستاني. الباكستاني أول ما شاف فاطمة عرف إن الخطة للحين ماشية بالتمام، خدر الطفلة فاطمة وأخذ سيارة وهرب من الجنوب لجدة والطفلة معه. أما بالنسبة للأب لما رجع للبيت قالت له الأم إن فاطمة راحت وما رجعت. جن جنون الأب وصار يبحث عن بنته هو أهله وأبناء عمومته، وقدم بلاغ لمركز الشرطة، وصار البحث أكثر لكن بدون أي نتائج. كل يوم تزيد حالة الأب للأسوأ، وصارت ضغوطات من الأسرة والمجتمع اللي حوله وزاد الكلام. وهنا قرر الأب إنه يكذب على القبيلة بإن فاطمة كانت مع صديقتها وإن أمورها سليمة. بعد سنتين أعلن وفاتها. أما الخاطف وفاطمة استقروا بجدة لمدة 30 يوم، إلى أن أقنع الباكستاني الموظفين بالسفارة الباكستانية بالفلوس، يعني إن زوجته فقدت جوازها وإنهم يحتاجون جواز بديل فاقد. لما استخرج الجواز هرب بالطفلة لباكستان، ولما وصل لأهله قال لهم إنها زوجته الثانية وسعودية. هنا جن جنون زوجته الأولى وقررت تطردهم من البيت وتخليها تعيش عند بيت أهل زوجها، وسكنت عندهم سنتين لما حملت من الباكستاني. واتفق الباكستاني مع زوجته الأولى إنهم يخلون فاطمة خادمة عندهم مقابل الأكل بس بدون فلوس. حاولت فاطمة أنها تبحث عن أهلها لكن ما قدرت بسبب الحرب بين باكستان والهند، وما كان في مواقع تواصل. المهم ولدت فاطمة بنت اسمها أمل وولد اسمه محمد، وبعد مرور 22 سنة لا زالت فاطمة تشتغل كخادمة في بيوت باكستان عشان تكسب المال وتربي عيالها، لأن زوجها الباكستاني تخلى عنها. بيوم من الأيام راحت فاطمة وأطفالها لسوق شعبي بسيط في باكستان. التقت صدفة بسعوديين يعملون كملحق عسكري في السفارة السعودية، وطلبت منهم إنهم يساعدونها وقالت لهم قصتها. بالبداية ما صدقوها، بس لما قالت لهم اسم أبوها واسم أمها واسم منطقتها قرروا إنه يساعدونها. واحد من العسكر اللي قالت لهم قصتها توجه للسعودية عشان يدور على أهلها. فعلا قدر يجيب رقم أبوها واتصل بفاطمة وأعطاها رقم أبوها وجميع أهلها. اتصلت فاطمة بأبوها بفجر رمضان وقالت له أنا بنتك فاطمة. رد عليها وقال لها نسيناك والناس نسوك، خلاص لا تجين لنا ولا تفتحين لنا أبواب تسكر، احنا ما نحتاجك في حياتنا. ولما كلمت أحد خواتها قالت لها إن أمها ماتت بعد سنة من خطف فاطمة. حزن على فاطمة، وهنا الأب سكر المكالمة ورفض إنه يستقبلها. دخلت فاطمة بحزن واكتئاب، لكن السعودي العسكري ما رضي إنه يتركها وقرر يساعدها إلى أن حصلت على حقوقها كاملة كمواطنة ظلمت. أرسل العسكري خطاب للسفارة في السعودية بالتواصل مع الأب عشان ياخذون جميع الأوراق والمستندات الخاصة. رجعت فاطمة للسعودية بعد ما ساعدتها السفارة السعودية، بس أهل فاطمة كانوا رافضين إن فاطمة ترجع لهم أو حتى تزورهم.
دخلت فاطمة بحالة حزن واكتئاب لأن أهلها رافضينها، وهي رجعت للسعودية بدون أطفالها. وبعد 2 من رجوع فاطمة للسعودية ظهرت فاطمة على قناة الMBC في برنامج الثامنة مع داود. المهم تداول السعوديين قصتها، وصلت الأمير منطقة جازان ووعد فاطمة بأنه يأمن لها المنزل والوظيفة والراتب. هنا مقاطع من مقابلة فاطمة في برنامج الثامنة مع داود.